السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة معانا النهاردة. حلقتنا النهاردة مميزة ومختلفة عن الحلقات اللي قبل كده. حلقتنا النهاردة بتكلم فيها عن السمنة المفرطة. سامحني قبل ما اتكلم عن السمنه المفرطه، حابب اقول لحضراتكم الاول في حسبه بنعملها كده الاول عشان تعرف ان حضرتك عندك سمنه ولا عندك نحافه ولا وزنك مثالي. طيب نحسبها ازاي كده؟ امسك معايا ورقه وقلم وآلة حاسبه معاك عشان تقدر تحسب ديت بسهوله جدا معايا. ركز معايا وصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اول حاجه بنعملها بنشوف الوزن بتاعك قد ايه. وزني مثلا وليكن 80 كيلو، كويس خالص. يبقى باخد ال 80 ده بقسمه على مين؟ بقسمه على الطول مضروب في نفسه مرتين. يعني ايه مضروب في نفسه مرتين؟ يعني انا مثلا طولي 170 سم، يعني بحولها لمتر اللي هو 1.7 بضربه في نفسه مرتين. 1.7 في 1.7، يبقى انا كده بجيب الوزن بتاعي اللي هو وليكن مثلا 80 كيلو على 1.7 في 1.7، هيطلع لي رقم. الرقم اللي معايا ده هشوفه بيساوي كام. وليكن مثلا هقول ان الرقم ده بيساوي مثلا 22. طيب 22 دي بشوف انا عندي كده في حاجه اسمها رينج معايا كده، في دلاله معايا كده بقدر اعرف منها الوزن بتاعي هل هو مثالي ولا لا. طيب الوزن بتاعي او الرقم اللي هيطلع دوت اللي بنسميه البودي ماس اندكس، اللي هو معدل كتله الجسم معايا. طيب الرقم اللي هيطلع ده لو كان ما بين 18.5 الى 25 يبقى معنى كده ان الوزن بتاعي مثالي ووزن بيرفكت 100%. طيب لو اقل من 18.5 معنى كده ان انا عندي نحافه، ومعنى كده ان انا محتاج وزني يزيد ببساطه شديده. طيب لو كان اكتر من 25 من 25 ل 30 يبقى انا كده داخل على مرحله السمنه. خلاص انا بستعد ان انا وزني خلاص هخش مرحله السمنه ومرحله الخطوره. اكتر من 30 ده خلاص كده وصل المرحله الحرجه اللي معايا ووصل مرحله السمنه، واللي لازم يخس في اقرب وقت، لان السمنه بتسبب مشاكل كتير جدا من اهمها مرض السكر. طيب نرجع تاني لموضوعنا. يبقى احنا عرفنا كده بنحسب ازاي معدل كتله الجسم عشان اقدر اعرف ان انا وزني مثالي ولا نحافه ولا عندي سمنه مفرطه. في حسبه برضو تانية معلومه عندك تضيفها، بيقول لي ان 1 كيلو من الجسم يساوي 7000 سعر حراري. بمعنى طفل عنده او الوزن بتاعه يعني 10 كيلو، هقدر اعرف عنده كام سعر حراري؟ عنده 70,000 سعرات حراريه. طيب الاول كده عاوزين نعرف ايه هي السعرات الحراريه؟ السعرات الحراريه اللي هو الاكل اللي بناكله، اللي هي الطاقه اللي احنا بناخدها عشان نقدر نتحرك، عشان نقدر نبذل مجهود، ده بنسميه السعرات الحراريه. طيب السعرات الحراريه، الاكل اللي احنا بناكله ده، كل الاكل اللي احنا بناكله ده فيه سعرات حراريه. في اكل بيبقى السعرات الحراريه بتاعته عاليه جدا، وفي اكل بيبقى السعرات الحراريه بتاعته قليله، على حسب انا محتاج ايه. هل انا عندي نحافه ومحتاج ازيد هاكل سعرات حراريه اكتر. طيب انا لو وزني زايد لا، يبقى لازم اقلل السعرات الحراريه، لان السعرات الحراريه ديت ببساطه شديده لو انا باخد سعرات حراريه عاليه ما بتحركش ما ببذلش مجهود، السعرات الحراريه دي تتحول معايا الى دهون بنسميها فاتس، بتحول معايا الدهون وبتعمل لي ايه؟ نظام سمنه معايا في الجسم، بتوزع على الجسم كله. اكتر منطقتين بيظهروا فيهم الوش والبطن، وخاصه البطن معايا. لو احنا عاوزين نعرف بقى السعرات الحراريه اللي انا بحتاجها في اليوم، بحتاج كام سعر حراري معايا؟ طيب على حسب انا ببذل مجهود ولا لا. عندي كده في حسبه برضو تانية اكتبها معاك، اللي هو المعدل السعرات الحراريه اللي انا بحتاجها في اليوم. بيقول لي بتجيب 24 هتضربه في الوزن بتاعي، يعني 24 في الوزن بتاعي زائد ما يحتاجه الجسم من اليوم من حركه او معدل حركه الجسم في اليوم. بنجيبها ازاي دي؟ على حسب والله هل انت بتبذل مجهود عالي او بتبذل مجهود متوسط او انت ما بتبذلش مجهود خالص. طيب لو انت راجل مثلا رياضي وبتلعب كوره وتتحرك وما بتقفش والكلام ده كله، على طول حركتك مستمره، بتضرب 24 في الوزن بتاعك في 5/10، هيطلع لك رقم. الرقم ده هتاخده وتجمعه على ال 24 في الوزن بتاعك، هيطلع لك رقم كلي، هو الرقم الكلي ده اللي انا محتاجه من السعرات الحراريه. طيب لو انت راجل بتبذل مجهود اقل شويه، هتاخد 24 تضربها في الوزن بتاعك، تضربها في 4/10، هيطلع لك برضو رقم هجمعه نفس الكلام على هجمعه على مين؟ على ال 24 في الوزن بتاعي. طيب لو انا ما ببذلش مجهود وقاعد طول النهار على مكتب وقاعد نايم وباشا ما بتحركش، يبقى هاخد 24 في الوزن بتاعي في 3/10، وهاخد الرقم اللي هيطلع ده هجمعه على ال 24 في الوزن بتاعي، هيطلع لي رقم في الاخر، هيطلع لي مثلا وليكن 3000 سعر حراري. معنى كده اللي انا محتاجه في اليوم بالكامل محتاج مثلا 3000 سعرات حراريه. هبدا اشوف الاكل اللي معايا ده فيه كام سعرات حراريه، وهبدا اوزع السعرات الحراريه دي على مدار الاكل بتاعي على مدار اليوم. هل انا باكل 3 مرات في اليوم؟ هل انا باكل مرتين؟ هل انا باكل مره في اليوم؟ بيختلف من شخص لاخر. يبقى ناخد بالي من النقطه دي كويس، عشان دي اهم حاجه معايا هنا في موضوع التخسيس.
تمام، اهم من الادويه نفسها، اهم من الادويه نفسها. هبقى نازل لحضراتكم برضو الاكل اللي معايا وجميع الاكلات اللي معايا اللي بتحتوي على سعرات حراريه عاليه واللي بتحتوي على سعرات حراريه اقل، سواء كان بقى فاكهه او خضروات او لحوم او البان ايا كان، هنزلها لحضراتكم برضو ان شاء الله عشان يبقى عندكم خلفيه عنها. طيب تعالوا بقى نخش في لو واحد عنده سمنه، خلاص بقى عرفنا ان الكتله معدل الكتله بتاعته وصلت 25 فاكتر، دخلت على 30، يبقى كده لازم يخس معايا. خلينا بقى نخش على الادويه اللي انا شغال بيها في التخسيس. معايا 5 حاجات او 5 انواع من الادويه بستخدمها معايا في التخسيس. اول نوع معايا حاجه او ماده فعاله اسمها الاورلستيت، والاورلستيت موجود في دواء اسمه الاورلستيت برضو، تمام، وموجود في حاجه اسمها كويك ستيم، وموجود في حاجه اسمها ريجي ماكس، وموجود كمان في دواء اسمه الاورلي. انا بقول لك على الاسماء الفعاله وانت هتختار اي حاجه منهم، مفيش اي مشكله معايا خالص. طيب الدواء ده فعال، بيعمل لي ايه؟ بيعمل حاجه اسمها انهبيشن او لونج اكتنج لايبيز انهبيتور. لونج اكتنج لايبيز انهبيتور يعني بيمنع امتصاص الدهون اللي معايا اللي انا باخدها في الاكل، بيمنع امتصاصها. طيب الدواء ده فعال جدا وممتاز جدا، وباخده مره واحده بس في اليوم قبل الاكل، يعني قبل الوجبه الدسمه اللي معايا. انا مثلا الغداء بتاعي هو اللي بيحتوي على وجبه دسمه معايا، يبقى انا هقعد اخد الدواء ده قبل الاكل بنص ساعه او بساعه، هاخد حبايه واحده في اليوم. طيب الدواء ده هل له اضرار؟ له اضرار طبعا. خلينا نتكلم بكل صراحه خالص. له مشكلتين، مشكله منهم كبيره شويه ومشكله اقل شويه. تعال نشوف المشكله الكبيره الاول، ان الدواء ده لو استخدمته اكتر من شهر بيعمل لي امتصاص او بيقلل لي امتصاص الفيتامينز اللي معايا زي الفيتامين اي والفيتامين دي والكلام ده كله. بيقلل امتصاصه بعد الشهر، يعني لما اخده فتره شهر مستمر لازم اوقف الدواء ده ما اكملوش عشان اشوف موضوع النقص في الفيتامينات ده. لو انا خدته هيحصل عندي فيتامينز ديفيشنسي، يعني نقص في الفيتامينات اللي معايا، وبالتالي الدواء ده كحد اقصى شهر وبعد كده لازم اوقف الدواء ده معايا. طيب برضه بيعمل لي مشكله حاجه اسمها ستيتوريا بيعمل لي اسهال كده، اسهال معايا ابيض دهني معايا. ده مشكلته بسيطه، مفيش اي مشكله فيه، يعني بيبقى حاجه عارضه كده بسيطه، بحيث برضه تبقى انت عارف وانت بتاخد الدواء ده لو حصل اسهال ولا حاجه يبقى الموضوع طبيعي، مفيش اي مشكله معايا. والدواء ده فعال جدا في التخسيس، ممكن يخسسك مثلا ما يقرب من 2 كيلو الى 3 كيلو في الشهر معاك. وده اول دواء معانا النهارده. تاني دواء معانا زي ما ظهر لحضراتكم الشاشه، الماده الفعاله اسمه كروميوم بيكلونيت، وده باخده مرتين في اليوم، مره الصبح مره اخر النهار برضو قبل الاكل. معانا اول اسم تجاري معايا حاجه اسمها كرو ماكس، ومعايا برضو الكروميوم. دول من اشهر الادويه اللي شغاله معايا هنا. بتعمل ايه بقى الادويه دي؟ بتعمل لي حاجتين، بيقلل لي السكر اللي معايا هنا، والسكر ده اصلا برضو من الحاجات اللي بتكون لي الدهون معايا، وبالتالي انا لما اقلل السكريات اللي معايا دي الدهون هتقل معايا. وكمان شغال بيعمل يسد الشهيه معايا، وبالتالي انا بستخدمه هنا عشان اقلل الشهيه بتاعتي عشان ما اكلش كتير، وبالتالي ما يحصلش دهون او ترسب الدهون في ثالث ماده فعاله معايا النهارده حاجه اسمها شيتوسان. ده موجود في دواء اسمه شيتوكال، طيب الدواء ده بيتاخد كم مره في اليوم؟ بيتاخد مره واحده برضو قبل الوجبه الدسمه. طيب الدواء ده بيعمل ايه بقى معايا؟ بيعمل لي كده في المعده، بيجي في المعده ويجي مجمع لي الدهون كلها، يعملها لي تجميع كده، يمسكها لي كده عشان يمنع امتصاصها، وبالتالي الدهون اللي معايا مش هتمتص معايا في الجسم بنسبه كبيره، وبالتالي الدواء ده بيقلل امتصاص الدهون معايا. بعد كده رابع حاجه معايا بقى عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، معايا رابع حاجه جرين تي اللي هو الشاي الاخضر. الشاي الاخضر ده بستخدمه اللي هو الرويال ريجيم، بستخدمه مرتين في اليوم، مره الصبح مره اخر النهار قبل الاكل معايا. ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل على منع امتصاص او منع تحويل الجلوكوز الى دهون معايا. اخر بقى حاجه معايا اللي هو بنسميها ناتشورال فايبرز، اللي هي الالياف الطبيعيه معايا. ده موجوده في دواء اسمه ايه؟ موجوده في دواء اسمه ابل لايت، موجوده في دواء اسمه ابل لايت، ودواء اسمه بران اللي هو الرطه. طيب ده بيعمل لي هنا معايا؟ بيعمل لي على بيعمل حاجه اسمها بالك، يعني بيخلي لي كده المعده مزدحمه معايا هنا، وبالتالي بيسد لي الشهيه، احس انا بالشبع ومش هجوع خالص معايا، وبالتالي ده هيقلل او هيعمل على تخسيس بفاعليه كبيره كده. طيب ده بستخدمه كم مره في اليوم؟ بستخدمه برده مره واحده في اليوم قبل الاكل، وخاصه الوجبات الدسمه والوجبات اللي انا يعني باكل فيها كتير بستخدمه معايا هنا. طيب سؤال بقى معايا هنا، حد ممكن يسالني يقول لي يا دكتور هل ممكن استخدم اكتر من حاجه معايا هنا؟ اقدر استخدم اكتر من حاجه معايا هنا. ممكن استخدم ابل لايت معايا هنا مع الاورلستيت، بحيث اعمل تكسير هنا للدهون واسد الشهيه، يبقى انا كده اقدر اخس بفعاليه خلال شهر او 2 بالكتير. تلاقي انك خسيت معايا ما لا يقل عن 2 كيلو في الشهر
باذن الله تعالى. اتمنى يكون حضراتكم استفدتوا من الفيديو البسيط دوت، طولنا شويه على حضراتكم بس حبينا نبسط الامور بشكل بسيط خالص. لو حد حابب يسال اي حاجه يقدر يخش لي على الصفحه ويتواصل معايا، وهسيب رقمي برضو الواتساب ان شاء الله. اي اسئله معانا ان شاء الله هجاوب على حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.